سر العنبة الهندية بلمسات عراقية، وأنا متأكدة إذا جربتوها راح تدمنوها. نجيب المانجا القوية، باعوها شلون قوية، قطعوها نشيل هسه القشر من عندها ونقطعها شرائح. كملنا تقطيع المانجا بهذا الشكل شرائح. انتو حسب ما يعجبكم كيف تقطعوها قطعوها، بس انا بالنسبة لي اقطعها شرائح. راح انزل الفلفل الحامي، كبسنا الفلفل الحامي مع المانجا اللي قطعناها بهذا الشكل. راح ننزل عليه المستردة، هاي بعد ما كملناها شوفوها شلون صارت. راح نتركها بالثلاجة لمدة 3 أيام فقط، بعد ال3 أيام تطلعوها تاكلوها، وعليكم بألف عافية. ما شاء الله هاي بعد 3 أيام شلون استوت المانجا وصارت طيبة كأنه عنبة هندية، وسحبت كل التتبيلة. تقدرون تاكلوها ويا المشويات او ويا المقليات براحتكم، انتو شلون تريدون تاكلوها، بس هي ويا المشويات ومع المقليات تصير كلش طيبة. بالسندويشات تريدون تحطوها، بالفلافل، بالطعمية، كلش طيبة تكون. لايك وسبسكرايب وشيروا هاي العنبة مع احبابكم.